والله. عايز ادندن؟ اه احب قوي تدندني لحد زميل او زميله ليك. من نظرة خدني في بحره دبنا احنا سوا تاريرارا انا في عيونه اتقال عن الهوى. وفي غنية سميرة كتير بحبها، روحي 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 في محبوبي ونار الهوى بيا ناسيني ليه خالي البال يابا قلبي عليه ولا قلبه مال يابا ناسيني ليه خالي البال يابا قلبي عليه ولا قلبه مال يابا هو الفرح اللي استنيته ايامي وسنيني هو الجرح اللي انا غنيته موالي وحنيني هو الفرح اللي استنيته ايامي وسنيني هو الجرح اللي انا غنيته موالي وحنيني هو نور عينيا واول حب ليا هو نور عينيا واول حب ليا واشكي لقلبه واليا ويلي يتدلل عليا خالي البال يابا قلبي عليه ولا قلبه مال يابا. احنا معكم من لبنان. انت صحيتي من النوم لقيتي مكتوب عليك بتضحكي عليك. بحب اسئلتك لانه اصبري بس. صحيت. طيب خلاص صحيت دلوقتي. صحيتي من النوم لقيتي مكتوب عليكي كلام في المجلات والجرايد مم. بشع. مم. تردي على المجله ولا ما تكبريش الموضوع وما تصححيش يعني الموضوع؟ بشع ازاي؟ يعني كلام حاجات- خطأ. خطأ. يعني اخبار مكتوب عنك مش حقيقيه. تردي على المجله وتصححي الخطأ ولا ما ترديش وتكبري الموضوع؟ يعني إذا الموضوع كتير خطير أكيد لازم اتعامل مع الموضوع بشكل ذكي. وإذا الموضوع حسيته إنه مش كتير خطير بطنش لأنه إذا كتير بتحكي بالموضوع بصير منه قضية وقضية بتكبر. بقى الأفضل إنه الواحد ما يجاوب وما يرد على أشياء سخيفة. بالنهاية الناس بتعرف الفنان اللي بتحبه إذا ممكن يعمل هالأشياء إيه أو لا. معكم من لبنان. نوال، سمعنا كتير ان انت هتعملي فيلم، هتشتغلي في السينما وخاصة فيلم مع عمرو دياب، وقرينا كتير برضو ان مش عارفين هتعملي فيلم ولا لا.
يعني هالموضوع كتير شغل الصحافة وشغل الناس، وأنا بالنسبة لي موضوع مهم أكيد. والفنان عمرو دياب فنان كتير كبير وبقدره وبحترمه، بس أنا بالنسبة لي مش حاسة حالي بالتمثيل، ومش حاسة إنه أنا ممكن أنجح بالتمثيل. بقى ما رح أقدر شارك بهالعمل. وطبعا بتمنى لعمرو واللي رح يمثل معه هالفيلم. خايفه من السينما انت يعني؟ قوي، لانه بس تكون ناجح بشغله معينه بتخاف من الفشل من غير اشياء. يعني انا بفضل كون بالغناء ناجحه ومحبوبه والناس بتحب صوتي. اخر اخبارك الفنيه؟ اخر اخبار الفنيه عم حضر عمل جديد، الكاسيت الجديده رح ينزل باول الصيف، وبلشنا نسجل حوالي 6 اغنيات. اكيد رح يكون في بعد يعني، بس بعد الحان مصريه ولبنانيه؟ مصريه ولبنانيه وجزائريه كمان. وانتوا اللي بتعمليه مع الشاب مامي بالعربي والفرنساوي ولا؟ يعني بصراحة اللحن موجود، بس بدنا نركب كلام. أكيد حيكون في كلام باللغة العربية، ممكن لبناني على الجزائري، ممكن اللهجة البيضاء، وأكيد حيكون في يا فرنسي يا إنجليزي يا إسبانيولي. طب مفيش سبق تدولنا كده؟ أنا بفضل جزء من غنوة. بفضل لا، لأنه حابة إنه فاجئ الناس فيه أكثر، ومش حابة أحرق الحدث اللي رح أقدمه. الغيرة بتمثل إيه لنوال؟ كيف يعني بتمثل إيه؟ الغيرة عامة؟ عامة يعني أنا بلاقي اللي بيغار هذا أصلا الغيرة موجودة وشغلة طبيعية بالإنسان، بس في غيرة عن غيرة بتفرق. يعني ممكن غيرة ممكن أنا غار مش منك، غار بطريقة إنه خاف عليك، وما يكون في حقد وما يكون في مضمور شر. بس الغيرة اللي بتعني الأذية، وإني شوف شخص عم ينجح وأذيه لأنه أنا غيرانة منه، هون
كلمة الغيرة اللي بتجسد الكلمة الوحشة. ده كده في الغيرة في مجال العمل. طب الغيرة في مجال الحب؟ الغيرة تحبيها؟ طبعا حلوة، بس أكيد إنه ضمن حدود ومش إنه غيرة بدون ثقة. لازم الثقة تكون موجودة، بس لا شعوريا الحبيب بغار لا شعوريا.